بقول لكم ايه، ما تيجي نعمل القمر ده النهارده؟ طبعا ما بيختلفش عليها لا كبير ولا صغير ولا اي حد ولا اتنين. الهوت شوكليت الاقتصادي القمر ده. انا هقول لك المقادير لكل كوبايه وانت اعملي الكميه اللي انت حباها. انا عندي هنا كوبايتين من اللبن، هحط لكل كوبايه معلقه كبيره من الكاكاو الخام ومعلقه صغيره نشا. الكوبايه ليها معلقه كبيره من الكاكاو الخام ومعلقه صغيره نشا، والسكر بقى حسب الرغبه. قلبي كويس كل ده كده على البارد، لسه ما حطيتهاش على البوتاجاز. هقلبه كويس قوي وابتدي ادوب لغايه السكر اللي معايا ما يدوب اهوت. بس هروح بقى على البوتاجاز وابتدي بقى ان انا اشتغل على نار متوسطه وافضل اقلب. اوعي تشيلي ايدك من ده، في نشا هيكلكع. افضلي اشتغلي فيه على طول معاه، قلبي قلبي كويس فوق وتحت عشان النشا ما ترقدش تحت. وهتلاقي مجرد ان هو يبتدي ان هو يغلي هتلاقي القوام بتاعه بدأ يتقل. قلبي كويس انتي بس، وخدي بالك زي ما قلتلك عشان النشا ما ترقدش تحت. بصوا هو كده خلاص تقل معايا، خلاص هطفي عليه وابتدي ان انا اصبه. بجد قمر، وما اقدرش طبعا ان انا اعدي بقى. بصوا اهو ده القوام بتاعه تحفه بجد يا بنات. طبعا ده في الشتا دي بقى ايه بقى يدفي، يعني ده مشروب الشتا الرسمي. ما اقدرش اعدي طبعا الهوت شوكليت من غير مارشميلو. طبعا اللي ما بيحبوش يقدر يستبعده. كمان انت لو حطيتي الهوت شوكليت ده في التلاجة بيتحول معاكي لدانيت. شوفي انت بتجيبي الكوبايه بكام، وشوفي انت بقى هتعملي كميه قد ايه. دانيت حرفيا. بس استخدمي نوع كاكاو كويس، انا بستخدم دريم الخام. بصوا دانات يا بنات، والله العظيم دانات فعلا تحفه. بس حطيه في التلاجة شويه. يا رب النهارده تكوني استفدتي مني. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله، بس ما تنسيش تعملي لي لايك لو الفيديو بتاعي عجبك.